بيبدأ فيلمنا النهاردة بصوت الراوي اللي بيحكي وبيقول إن من سنين كتير كانت مدينة أطلانتس العظيمة هي اللي بتحكم الأرض، ولكن بعد حروب وانتفاضات كتير الملك نيريوس خد قرار بالانسحاب من العالم والاختفاء من التاريخ، وخد من المحيط الأطلنطي موطن ليه هو وشعبه، وبنوا مدينة عظيمة في قاع الأطلنطي هي مدينة أطلانتس، وعاشوا في سلام مع جيرانهم. ولكن مع تطور البشر على الأرض زادت فرص اكتشاف مملكة أطلانتس تحت المية، وإنهم اتحالفوا مع الريح والبحر علشان يحموهم من البشر اللي بيعيشوا على الأرض، وإنهم حاربوا البشر ودمروهم ودمروا سفنهم. لكن بعد ما سابوهم البشر ما وقفوش لحد كده، جمعوا قوتهم لغزو وتدمير أطلانتس، لكن مفيش أسلحة بشرية تقدر تنتصر على أهم سلاح عندهم وهو الهيدرا، وإنهم موتوا كتير من البشر لحد ما رجعت للأرض. ومع كده فإنهم عارفين إن الغرباء اللي هم البشر هيرجعوا مرة تانية، لأنهم مش هيرضوا غير لما يمتلكوا ما ليس لهم، وإنهم يدمروا كل شيء جيد، وإنهم مستعدين لليوم ده. ننتقل بقى المشهد تاني في الطيارة اللي فيها أبطال الفيلم كانوا مسافرين، لكن كان فيه اهتزازات جامدة في الطيارة، وكل المسافرين كانوا خايفين، وكلمتهم المضيفة وقائد الطيارة إن في اهتزازات جامدة شوية بتمر بيها الطيارة، وبرجاء ربط الأحزمة كويس علشان الأمان. وسألوا المضيفة اللي بيحصل ده طبيعي ولا لأ، وردت عليهم بإن هي أكتر من المعتاد شوية، لكن كل حاجة هتبقى كويسة دلوقتي وما تخافوش. لكن الطيارة تعرضت لاهتزازات عنيفة، وبدأ الرعب بين المصير المجهول ينتشر في الطيارة. وأحد المسافرين بيسأل المضيفة هل إحنا بنتعرض لغزو؟ وقالت له لأ، بس اربط حزام الأمان بتاعك. والمضيفة بتنصح كل المسافرين بربط حزام الأمان كويس. بعد ما حست المضيفة بالرعب والخطر كلمت كابتن الطيارة في الكابينة علشان تقوله إنها هتقول تعليمات الطوارئ، لكن اتفاجئت إن الكابتن ما بيردش عليها. بدأت الطيارة تتهز جامد في الجو بطريقة مرعبة، والرعب امتلك كل اللي على الطيارة، وبدأت الطيارة تتعرض لهجوم قوي مش عارفين مصدره إيه، واتكسر جناح الطيارة، وبدأت في السقوط من الجو، والكل كان بيصرخ مرعوب لحد ما سقطت الطيارة في البحر. حطمت الطيارة في البحر، وفضل الناجين يدوروا على بعضهم في المية وعلى أي ناجي تاني، وفجأة تطلع عليهم سمكة قرش تهجم عليهم بقوة وبسرعة، وبالفعل قدرت تبلع حد من الناجين، وهجمت عليهم سمكة القرش مرة تانية، ولكن قدروا يهربوا منها بسرعة. وفجأة يظهر من قاع البحر حيوان ضخم ومخيف، ولما طلع الصبح كانوا فاقدين الوعي تماما على الشاطئ. وفاقت فيرا الأول، وكان في جرح كبير في بطنها، ووقفت تنادي على زوجها ديل، وفجأة تلاقي بنت في البحر بتطلب مساعدتها، لكن سمكة القرش تيجي بسرعة وتاكلها. وفضلت فيرا تنده على زوجها لحد ما لقت روس بتطلب المساعدة، لأن زوجها هو كمان مصاب. فراحت لها فيرا بسرعة وقدرت تساعدها، وقالت لها تغطي وشه علشان ما يجيلوش ضربة شمس، وإنها هتسيبها وتروح تدور على جوزها ديل. وبعد كده لقيت جوزها واقع عليه كرسي الطيارة وبينده عليها، فاستعانت فيرا بروس بعد ما اتعرفوا على بعض علشان يشيلوا الكرسي من فوق زوجها، وساعدتها روس وقدروا يشيلوا كرسي الطيارة من فوق ديل، والاتنين اطمنوا على بعض. وشاف ديل روس وجوزها وراح يطمن عليهم، وقرروا يعملوا دوريات على الشاطئ علشان يعرفوا في ناجين تانيين من الطيارة ولا لا. وقالت لهم فيرا انها وجوزها علماء احياء بحرية، وانهم بيقضوا معظم وقتهم في البحار والمحيطات، وانهم متوقعين انهم يكونوا في مثلث الشيطان المعروف بمثلث برمودا. وبدأت فيرا تمشي على الشاطئ تشوف في ناجين تانيين ولا لا، وتاني لقت واحدة في البحر، لكن برضه سمكة القرش هجمت عليها وكلتها. لكن ظهر من قاع البحر فجأة حيوان ضخم ليه 3 رقاب و3 وشوش مفترسة، ابتلع سمكة القرش اللي كلت البنت. كل ده حصل في وسط ذهول ورعب فيرا، ونزل الحيوان تاني لقاع المحيط. وكملت فيرا بحث على أي شخص تاني لحد ما لقت قائدة الطيارة سام تسألها عن أخوها جاستن وحبيبته ميدج. في الوقت دوت كان في حد تاني شكله غريب بيراقبهم، وقالت لها سام إنها وقائد الطيارة شافوا مثلث الشيطان. وسألتها فيرا في حد عارف إن إحنا هنا؟ ردت عليها سام مفيش حد عارف، لكنهم حاولوا يبلغوا المطار لكن ما لحقوش بسبب الصواريخ اللي ضربت الطيارة. بتقول سام إنها تعتقد إن في حد مش عايزهم يطيروا من المنطقة دي. وتاني سألت سام فيرا عن أخوها وحبيبته، لكن قالت لها فيرا أنا ما شفتهمش. وبدأوا يروحوا لباقي الناس، لكن هجبتهم بنت غريبة بتقول لهم امشوا بسرعة وانقذوا نفسكم. وبدأوا ال3 في الهروب، لكن هاجمهم أشخاص غريبة برماح قوية وقالوا لهم انتم بتعتدوا على أرضنا المقدسة. وقامت معركة بينهم، لكنهم مسكوا البنت اللي كانت هربانة منهم وقالوا لها عقوبتك الإعدام على إيد هيدرا علشان هربتي، وترجتهم علشان يسيبوها وإنها مش هتهرب تاني، لكنهم مسكوها ودخلوها البحر، وطلع هيدرا من البحر وقام بالواجب. وقرروا إنهم ياخدوهم سجناء، وبتظهر غواصة ضخمة في البحر وركبوها كلهم.
وداخل الغواصة قرروا إنهم ياخدوهم إلى الخليج الطبي علشان يعالجوهم قبل ما يقابلهم الملك الإلهي. اتفاجئوا لما دخلوا الغرفة الطبية إن ديلا وروس وزوجها موجودين فيها، وبدأوا في معالجتهم وقالوا لهم إنكم هتكونوا بخير، وبدأوا كلهم يناموا بعد ما خدوا العلاج. وبعد ما فاقوا اكتشفوا إنهم كلهم كويسين كأن ما كانش فيهم حاجة. سألوا نفسهم مستغربين هم ليه عايزيننا أحياء. فيدخل عليهم الحارس يقول لهم انتم موجودين في مدينة أطلانتس، المدينة الأسطورية الجميلة. بعد ما وصلوا المدينة وهم في طريقهم عدوا على شخص حست فيرا إنه مألوف بالنسبة ليها، لكن زعق لهم الحارس وقال لهم يلا امشوا. وبيرد عليها الشخص دوت قال لها معاكي حق. وبعد كده قابلهم القائد أرسطس وحذرهم من إهانة معتقداتهم وتقاليدهم علشان ما يبقوش وجبة للهجرة، وقال لهم انتم متهمون بارتكاب جرائم ضد العمق والتعدي على ممتلكات الغير وتدمير الموارد والممتلكات الثمينة ومقاومة الاعتقال، والأكثر من كده محاولة إيذاء هيدرا الوحيد بالنور. وقال لهم انتم واقفين في حضرة الملك نيريوس الثاني من نسل بوسيدون قائد البحار السبعة ملك أطلانتس الإلهي. وقابلهم الملك وقال لهم انتم مختلفين عن اللي جم هنا قبل كده، انتم أكثر حيرة وتركيز، وانتم مش عارفين إن إجابة مطالبكم صعب جدا. وطلبهم الدفاع عن نفسهم. وردت فيرا انهم مش مذنبين، وحذرهم القائد بان يخاطبوا الملك بجلالتك او ملكي الا اذا كان حابب ان هيدرا تتغدى عليه. فسالهم الملك مين المسؤول عن اللي حصل. ردت عليه سام وقالت له انا المسؤوله، انا قائده الطياره، وانه خطأي لان الطياره وقفت بسبب هجومكم. اطاع الملك انه كان دفاع عن شعبه وارضه وانهم وقعوا في ارضه. واطاعته فيرا وقالت له انه المسؤول عن قتل العشرات بسبب هجومه على الطياره. فصرخ فيها الملك وقال لها اسكتي، وقال لسام تكمل كلامها اللي قالت له انها بتناشده انه يرحمهم ورجعهم لبلدهم تاني لانهم ما كانوش يقصدوا اذيه حد، وان اللي جابهم هنا هي صواريخ اطلانتس، وان ممكن يعاقبها هي لكن يفرج عن الباقيين. فسالها الملك انت طياره وتعرفي تقودي جميع انواع المركبات؟ فقالت له ايوه طبعا، انا كنت عسكري سابق في الجيش الامريكي وتعلمت قياده جميع المركبات. فضحك الملك وقال من النادر انه يلاقي حد ما عندوش نيه في ايذائهم. وامر القائد ارسطس بازاله القيود من ايديهم وقال لهم انتم اصدقائي وضيوفي. بيعتذر لهم الملك عن اللي حصل وامر بتجهيز غرف نوم ليهم، لكن سام قالت له لا، احنا عايزين نرجع للبر الرئيسي بسرعه. فرد عليها الملك بالرفض وقال مفيش حد يقدر يرفض دعوه الملك، وامر حراسه بتجهيز الغرف ليه. بعد ما دخل ديلا وفيرا غرفتهم اتفقوا على خطه للهروب من اطلانتس. نرجع تاني لشاطئ البحر، وكان في جاستن وميدج وفاقوا من الغيبوبه وبيطمنوا على بعض ومش عارفين هم فين، لكنهم لقوا اثر لخطوات على الرمل وقرروا يتبعوها. في نفس الوقت كانت في واحدة من كشافة أطلانتس موجودة على الشط بترشط المكان، وحصلت ما بينهم مواجهة. قدر جاستن إنه ينتصر فيها ويخبط راسها في الصخور، وفجأة طلع عليهم باقي الكشافة وكتفوا ميدج وقتلوا جاستن وخدوا ميدج سجين. وبعد كده راح لهم أرسطس وقال لهم إنهم هيقوموا بجولة تفقدية في مدينتهم الجميلة، وقال لهم إن ده دعوة من الملك ومحدش يقدر يرفض دعوة الملك. وأثناء الجولة قابلت فيرا وزوجها ديلا أرخميدس عالمة أطلانتس، ورحبت بهم في لؤلؤة أعماق المحيط الأطلسي. وتعرفت منها فيرا على معلومات خطيرة عن أساليب دفاعهم الحربية. حكت لها أرخميدس إنهم كانوا زمان عايشين في سلام لحد ما بدأ الغزاة أهل الأرض يعتدوا عليهم، فاضطروا يتعلموا علوم البشر وطوروها علشان يقدروا يعرفوا عدوهم وينتصروا عليه. وبدأت أرخميدس تعرفهم بمصادر الطاقة في أطلانتس، تدخل بيهم لغرفة مصدر الطاقة الرئيسي لأطلانتس، وأن كل طاقتهم ومحاكاة الليل والنهار مدعومة بشكل نادر من طحالب قاع المحيط اللي قدروا يتواصلوا معاهم. وقالت أرخميدس إن المركبات الكيميائية لغة غنية بيتكلموا مع بعضهم، وإن كل اللي عليهم إنهم يتعلموا اللغة دي. والاتصالات الكهربائية يمكنها أن تتواصل مع علم الأعصاب من خلال اللمس. وقالت لهم أرخميدس ربما في يوم من الأيام نشتغل مع بعض ونعمل جسر بين أطلانتس وعالمكم. في الوقت دوت كان أوين بيقول لروس إنهم أصبحوا أصدقاء للملك وإنه عايز يكمل حياته في أطلانتس. ردت عليه روس بإنهم منفعش علشان أهلهم وأصدقائهم. في مشهد تاني كان الملك بيتمشى مع سام بيتكلموا بطريقة ودية لحد ما قال لها أنت بتعرفي تقودي كل المركبات؟ فقالت له أيوه. فقال لها الملك أن أطلانتس تحتضر، وأن كل اللي أنت شايفاه 1% بس من أطلانتس الحقيقية، وكل ده حصل بسبب التلوث البيئي، وأن التلوث ده هيقضي على أرضكم برضه، ودوت سبب ضرر كبير لينا، وأن الطريق الوحيد لقيام أطلانتس من جديد هو علاج التلوثات البيئية الخطيرة اللي على الأرض. وحاول يقنع سام بأنها تقود غواصة تحمل جهاز يقدر يعالج كل التلوثات البيئية وتوصل بيها على الشواطئ الأمريكية. ووعدها الملك إنه هيوفر لها امتيازات كتير، وأن كل جيش أطلانتس هيكون تحت أمرها، وإن اسمها هيتسجل في التاريخ، وإنها هتبقى أنقذت البشرية والكوكب كله. فضرطت سام في الأول لكن وافقت بعد كده، بس شرطت عليه إنه يخلي الكشافة بتوعه يدوروا على أخوها جاستن وميدج.
فوعدها الملك بكده. في الوقت دوت كان اوين وروس ماشيين بيسجلوا على الموبايل اي حاجه تقدر تفيدهم في عمليه هروبهم، لحد ما اتخانقوا مع قاده من اطلانتس وكسروا التليفون بتاعهم، وكانت هتقوم معركه لولا تدخل الرجل الغريب اللي شافوه لما وصلوا اطلانتس، اللي هدى الدنيا وبعدهم عن بعض وعرفهم على نفسه بان اسمه بلوتو. وقفت روس تفتكر اللي اتكتب عن الحرب العالميه الثانيه، وقالت انها شافت صوره الرجل دوت في صور الحرب وانها مش فاكره اسمه. قال لها اوين ان اسم بلوتو زي ما قال، وانهم بيعتقدوا انه مش من اطلانتس وانه غريب عن اطلانتس زيهم. وكملت روس واوين ماشي في المدينه لحد ما وصلوا للمكان اللي الملك وسام بيتكلموا فيه، وسمعوا كل حاجه اتفقوا عليها، وسمعوا الملك بيتفق مع سام انهم هيبداوا في الفجر. ومشيت سام، لكن بعد ما مشيت سام فضل روس واوين واقفين، شافوا الملك بيتكلم مع القائد ارسطس وبيساله هل السلاح جاهز، وقال له ارسطس ان السلاح جاهز وان ارخميدس جاهزه هي والفريق بتاعها، وانهم ادمجوا قلب القنبله النوويه مع الطحالب المتبلوره اللي هيخلي قوه التدمير 100 مره ضعف القنبله النوويه العاديه. والملك قال له خلاص لما تجهزوا قول لي، علشان عايز اشوف القنبله النوويه وهي بتتحمل بنفسي. وقالت روس لاوين لازم نبلغ اللي معانا ونحذرهم، لكن هما ماشيين قابلهم الحارس ميرمان، وقال اوين لروس اهربي، وقامت ما بينهم معركه انتصر فيها الحارس، وبعد كده طلعوا على البحر، وكان اوين وجبه حلوه للهجره، وشافته روس وصرخت وراح الحراس علشان يمسكوها. ولسه ارخميدس بتفرج فيرا ودل على اسلحتهم الخطيره المصنوعه من الطحالب الضوئيه. في الوقت دوت راحت لهم روس وخرجوا من الغرفه يكلموها يسالوها على اوين، وقالت لهم قتلوه وانه كان وجبه للهجره، وكلهم قالوا ملناش وجود في الارض دي تاني. بس قالت لهم روس ما ينفعش نهرب بدون سام، وقالت لهم على الخطه اللي بيدبرها الملك وهينفذها عن طريق سام، وان الملك سيطر عليها. وقرروا انهم لازم يلقوها الاول، وبداوا في تنفيذ خطه الهروب ومقابله سام، واتفقوا على خطه انها تعطل مصدر الطاقه الرئيسي لاتلانتس، وبعد كده يشوفوا غواصه ينطلقوا بيها. لكن هم رايحين لغرفه الطاقه قابلوا احد الحراس، لكنهم قدروا يتغلبوا عليه وكملوا طريقهم ودخلوا الغرفه. لكن فجاه دخلت عليهم ارخميدس، لكنهم عرفوا يهربوا بسرعه، وبعد ما مشيت ارخميدس دخلوا على الغرفه تاني، وقدرت بالفعل توقف مولد الطاقه الرئيسي لاتلانتس، وقطعت الكهرباء عن اتلانتس كلها. وراحوا دوروا على سام في اوضتها، لكنهم ما لقوهاش، وقالوا لازم نتحرك، لكنهم قابلوا ارخميدس في الطريق، وكانت المقابله واضحه جدا. اتهمتهم روس بانهم وحوش قذره مثيره للاشمئزاز، وانهم بيخططوا لالقاء قنبله نوويه على امريكا الشماليه، واللي هي سبب فيضان عالمي. فاعترفت ارخميدس وقالت احنا بنحمي شعبنا واحنا مش هنرحمكم، انتوا اللي بتلوثوا المحيطات واحنا عندنا الحل. وقبضوا عليهم وحجزوهم في الابراج المحصنه. فلما جه وقت الفجر وقابلت سام الملك قالت له انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل دلوقتي بالظبط، انا اقدر اعرف القنبله النوويه كويس جدا. وحاول الملك يخدعها ويقول لها دي ديكور بس، فضحكت سام وقالت له مضحك استدعاء سلاح دمر شامل مزخرف. قال لها الملك انا ملاحظ نبره استهزاء منك، وقالت له انا مش مصدقاك، مفيش مهمه سلميه تحتاج الاسلحه دي كلها. وقالت له سام انا عارفه انت بتخطط لايه، سواء كنت عايز تعترف ولا لا، وبديلك فرصه اخيره ترجع عن قرارك قبل قتل الملايين. وبدا يغضب الملك وامر ارسطس باحضار السجين، وكانت المفاجاه بانها ميج. وعرفت سام من ميج ان جاستن اتقتل. بدا الملك يساوم سام باهلها، وهددها انه في حاله رفضها هيبقى في كلام وتعامل تاني خالص معاها ومعاهم كلهم. في الوقت دوت كانت فيرا بتحاول تهرب من القفص الحديدي اللي كانت فيه، وكان معاهم في السجن الراجل الغريب، وحكى لهم قصته انه كان قائد في البحريه الامريكيه، ودخلوا المنطقه بالغلط اثناء محاولتهم التفوق على الغواصه النازيه. بس من ساعه ما دخلوا والدنيا اسودت في عينيهم، وكل المجموعه اللي معاه كلتها اسماك القرش، وهو الوحيد اللي نجي من الحادثه. وان ملك اطلانتس ابقاها على الحياه ليعرف منه معلومات عسكريه، بس هو كان فاقد الذاكره، فاكلوه طحالب ضوئيه علشان يسترجع ذاكرته، لكنهم افتكروا انه ضابط صغير مش قائد كبير. لكن لما ذاكرتي رجعت لي حلف انهم هيدفعوا ثمن كل ده، وقال لها انه هيساعدهم في الهروب وانه راجع معاهم. وبعد كده قدرت فيرا انها تفتح القفص الحديدي وخرجوا كلهم، وراحوا خدوا اسلحه وراحوا على الغواصه. الملك وقف يقدم سام لجنود بيقول انه هيبقى في عصر جديد لمملكته من الازدهار للقوم الاطلنطيين، وانهم هيحكموا البشريه كلها. ودخلت ميج لسام تقول لها ما تعمليش اللي بقولك عليه. وللمره الاخيره قالت له سام تقدر ترجع في قرارك، لكن الملك امر باصطحاب سام الى جسر القياده. واثناء هروب فيرا واللي معاها قابلت ارخميدس وباقي الحرس، وبدا القتال بينهم وضربوا نار على بعض، وطلب بلوتو من اللي معاه انهم يهربوا، وقال لارخميدس سيبيهم يمشوا، وبدا القتال بينهم. لكن الهيدرا قامت بالواجب وقضت على ارخميدس. في الوقت دوت رفضت سام تنفيذ المهمه، ودخلت عليهم ميج وروس وديل،
وصرخ الملك وأمر جنوده بقتلهم. في الوقت دوت قام بلوتو بإشعال النار في الهيدرا. بسرعة قامت سام بإعطاء علاج لميدج علشان كانت مصابة، واتصابت سام في كتفها، وأمروا الحراس بأنهم ياخدوها لقيادة المركبة. لكن حراس الملك هددوا بقتل روس وأمروهم بإلقاء الأسلحة على الأرض. فاجئته سام بالهجوم عليه، بدأوا في القتال، ومسكها الملك من رقبتها ورفعها لفوق وقال لها مش هتقدري توقفيني عن اللي بعمله. الكتير حاول قبل كده، وانت مجرد اسم في قائمة فاشلة طويلة. وفي مشهد تاني بلوتو أشعل النار في أحد الحراس، ونرجع لسام اللي ضربت الملك في رجله، ووقع الملك على الأرض وراح تدور على ميدج. ورجع بلوتو من تاني يشعل النار في الهيدرا، وقدر يسبب انفجار كبير في الهيدرا، واتجمعوا كلهم في الغواصة معاهم بلوتو، وربطوا الأحزمة وانطلقوا بالغواصة. أما الملك فكان بينادي على جنوده، وطلعت له الهيدرا مرة تانية وقامت بالواجب معاه وبلعته. وانطلقت الغواصة وتم إطلاق صاروخ على المدينة وسبب تدمير كبير. لكن كانوا خايفين جدا لحد ما وصلوا على سطح المحيط، وفرح بلوتو لأنه كان بقاله سنين كتير ما شافش مية المحيط. كلهم فرحوا إنهم قدروا ينتصروا على الأطلنطيين وإنهم راجعين بلدهم من تاني. وفي النهاية لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في قناة ماجيك موفيز علشان نقدر نواصل، وبستنى في تعليقاتكم تقولوا لي انتم عايزين تشوفوا ايه بالظبط. ولحد ما نتقابل الفيديو اللي جاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.